أكدت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ومقربون أن السلطات السعودية أفرجت عن نواف طلال الرشيد الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية، وذلك بعد نحو عام على اعتقاله. وكانت السعودية قد تسلمت الشاب نواف طلال الرشيد الذي تعتبره قبيلة شمر أميرا من الكويت الصيف الماضي. وذكرت تقارير إعلام كويتية حينها أن الحكومة الكويتية سلمت الرشيد للسعودية بحكم أنه مطلوب، وتنفيذا للاتفاقيات الأمنية بين الطرفين، حيث كان الرشيد في زيارة إلى الكويت بدعوة من الشاعر عبد الكريم الجباري. واليوم الاثنين أعلن عبد الكريم الجباري الذي لم يكشف صلة قرابته بالرشيد في سلسلة تغريدات أنه تم الإفراج عن الرشيد، إذ علق قائلا: الحمد لله على السلامة، ويا رب لك الحمد والشكر، نواف طلال الرشيد. وتابع: يسألني الجميع كلهم طلع من فضل ربي سبحانه وبصحة وعافية، نواف طلال الرشيد. ونواف الرشيد هو ابن الشاعر الشهير طلال الرشيد الذي قتل في ظروف غامضة بالجزائر أواخر عام 2003. وكان ناشطون أعادوا نشر صورة للرشيد وهو يصافح أمير قطر تميم بن حمد، قالوا فيها إنها التقطت في عيد الفطر الماضي. ونفى ناشطون من آل رشيد أن يكون لنواف أي نشاط سياسي ضد الحكومة السعودية، قائلين أن تردده على قطر يأتي بحكم مواطنته فيها وزيارة أخواله من عائلة النعيمي. ودعا شيخ مشايخ قبيلة شمر عبد الله حميد عجيل الياور السلطات السعودية إطلاق سراح نواف الرشيد، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جرم. كما خرجت مظاهرة في العاصمة العراقية بغداد ضمت مجموعة من أبناء قبيلة شمر طالبت بإطلاق سراحه. وكان طلال الرشيد يحظى بشعبية كبيرة في السعودية من خلال إحيائه أمسيات شعرية ومشاركته فنانين معروفين بكتابة كلمات أغانيهم، وعلى رأسهم محمد عبده وكاظم الساهر وعباد الجوهر وأحلام وغيرهم. وينتمي نواف طلال الرشيد إلى عشيرة الرشيد التي كانت حتى أواخر القرن الماضي إحدى الأسر الحاكمة في الجزيرة العربية، وكانت تسيطر على منطقة حائل شمال وسط السعودية حاليا، وخاضت مواجهات مع أسرة آل سعود قبل سقوطها وانضمامها إلى المملكة في عام 1921.